عاملين ايه يا جدعان؟ بيتر كله افتح جديد، اي حد بيتشهر تلاقيه طالع في كل البرامج والتلفزيون وخصوصا التيك توكرز. هو اصلا بيكون اتشهر باعبط حاجه في الدنيا، حرفيا اعبط حاجه في الدنيا. يعني عايز حد يقول لي ايه اللي شهر كرهون مشاكل؟ يلا بينا ترنت مايا سوكا بونكا. لا يا شباب، ليه كلنا بنعمل ترنت مايا واخواتنا في فلسطين مش لاقيين نقطة مايا؟ ترنت ده مفيش مصر يعملوا تاني. اكيد اكيد مش عشان لبخ في الكلام، واكيد برضه مش عشان وسيم يعني، وانا مش غيران منه والله، بس دي الحقيقه. انا نفسي اطلع على التلفزيون ومنى الشاذلي تقول لي انت جاتك الفكره ازاي. المهم يعني خلينا نشوف اخونا كرام مشاكل، هو طالع في برنامج اسمه فوركاست، لسه شايفه طالع فيه. البرنامج ده اصلا بيبقى مقلب بس الضيف ما بيبقاش عارف الموضوع بصراحة. لا والله، بس انا عايزه اعرف انت فعلا كنت وقعت يعني؟ عشان انا شفتك في اللايف كنت ربنا يخليك. ايه اللي رقبتي حصل لك؟ بص، احنا رقبتي اتكسرت العين والله رقبتي. لا الف سلامه الله الف سلامه. يسلمك فعلا حبيبي. اخدت عين والله. والله اساسي ده، على طول باخد عين. على طول بياخد عين. انا عندي مشكله مع الشعب المصري والله يا جدعان، اي حاجه بتحصل له بيقول لك جات له عين. ليه مش غباء منك مثلا؟ عادي ما خدتش بالك اتكعبلت واتخبطت، اصل ليه حد يحسد رقبتك فيها تفاح ده ادم مثلا هو لا؟ الفنان بهاء سلطان، عارفه؟ طبعا، مين ما يعرفش احلى ممثل في مصر بهاء سلطان. ايوه انا شفت اعمال كتير للنجم بهاء سلطان. يا جدعان كرهون ده مش عايش معانا في الدنيا والله. انت بكره تجيلي وهقول لك انا على لا عيني. لا لا، انا سمعت صوتك كان في الهند احلى. ممكن بس- نقلب هندي؟ نقلب هندي. هو بص أنا لسه صاحي فمش مركز، بس هخلي لك حاجه. سونكا بونكا باريرا سونكا بونكا باريكو. صوته حلو فشخ في الهند. عارفين يا جدعان الناس اللي لما يشوفوا حد بيغني صوته حلو يقول لك هما صوته في الاذان عامل ازاي؟ خساره خساره الصوت ده والله. انا بقى ما نفسيش اسمع كرهون ولا في الاغاني الهندي ولا في الاذان. انت فيديوهاتك بتطلع وليدة اللحظة كده، بتطلع سبونتينيوسلي. اسكونتينيوس ترند. لا لا انا ما سبونتينيوسلي. بفهمش عربي، فهو اسمه ترند. دي مصيبه يا جدعان، ده قالوا كلمه بالانجليزي ما فهمهاش، قالوا ما فهمش عربي، وبرضه المذيع بيستعبط. يعني ايه دي انا مش عارف نقولها بجد، انا مش فاهمها برضه. انا اول مره احس ان انا وكرهون مشاكل متشابهين في حاجه. انت بتعملها كده متخطط ليها ولا بتعملها والله سبونتينيوسلي؟ العظيم ما بخطط لحاجه لان مش فاضي اخطط. مش فاضي يعني، بتطلع سبونتينيوسلي. سبستينيوس. نفسي اعرف كرهون مش فاضي ازاي، ايه اللي مشغول بيه كرهون مشاكل مخليه ما يخططش. معانا اتنين بقى من السكان الاصليين للتيك توك، او بلاش تيك توك، ميوزيكلي، اللي هم من ايام شريف وشهاب الدين لما كان بيضحك ضحكه سنجه كده. انا دايبه صبابه ياما في الغرام والعيش غالي. الاتنين دول طلعوا في نفس برنامج فوركاست برضه. البرنامج ده جامد فشخ والله، بيطلع كل التيك توكرز معاه. طيب في اسمين هقولهم، تمام تقولي لي هما دلوقتي ايه في حياتكم او بيمثلوا لكم ايه. ماشي. اول حاجه شهاب. ولا حاجة. انت بتسألين انا عن مين؟ شهاب. عن مين برضو؟ شهاب عن مين؟ ما تعرفوش؟ ده ردي عامة. ايه ما فهمتنيش لا ليه؟ طبعا. يعجبني البنات لما تحاول تبين انها مش فارق معاها، تقول لك عن مين وهم كانوا لسه بيعاتوا مع بعض في التيك توك، بس هي شخصيتها بقت قويه من ساعه ما لابس الجاكيت الجلد اللي هي لابساه ده. انا بتكلم كده برضه لما البس جاكيت جلد زيها بحسس بيها يعني. ماشي. طيب عبد الله التركي. عيدي السؤال معلش. عبد الله التركي ايه بقى؟ يعني بيمثل لكم ايه دلوقتي؟ ولا حاجة. ولا اي حاجه؟ ولا حاجة. ولا حاجه فعلا. ولا بيمثل اي حاجة. لا معلش انت مش لابسه جاكيت جلد، ما تحاوليش بقى تبيني شخصيتك قويه وبتاع. عبد الله التركي ما حدش بينساه. عبد الله التركي فكره والفكره لا تموت. تشوفوش تاني، والله ما تشوفوش تاني. انا غلطان، روحي له اشبعوا بعض. بسبب بري. ليه طيب؟ بسببك انت يا بري، عملتي تطلع ايه؟ منك. معلش، هي لما واحدة تيجي مثلا، مش تيجي عليا، محدش بيجي عليا كده كده الحمد لله. يا جدعان اعذروها بجد والله، الجاكيت حوار ده غير ده. انا عايز اجيب الجاكيت ده باي تمن. بس لما مثلا انا ابقى في مكان واتصور فيديو بالغلط والفيديو ده ينزل وانا عارفه ان الشخصيه دي مش هتنزل الفيديو ده الا لما تشوفه 100 مليون مره وتنزله عشان تاخد ترند على قفايا. يا جدعان كلمه ترند على قفاها دي كبيره فشخ والله. اي حد بيقول الكلمه دي اصلا ما حدش بيعرفه غير امه والبقال اللي تحت البيت عنه، بس برضه عشان هي لابسه جاكيت الجلد فمش عارف اتكلم. انا عمري ما اتغاظ من واحده اقل مني. انا بالنسبه لي اي راجل بيطلع على السوشيال ميديا، وده رايي انا، راجل تافه. قصدك ايه يعني يا بري يا بنتي؟ هو احنا عشان مش لابسين جاكيت جلد زيك كده هتعملينا كده؟ احنا راكبين على فكره برضه. علاقتك ايه بالبلوجر اللي هقول لك اسمائهم دلوقتي؟ ماشي. انا ولا رضا؟ بري؟ انا خلي بري. ماشي اسالني. حبيبه حبيبه رضا. هي مين اصلا عشان اسال عنها يا جماعه؟
لا هي بلوجر معروفه دلوقتي. لا انا مش بقلل منها، بس انا ما اعرفهاش عشان اتكلم عنها، ماليش اي علاقه بيها ولا اتمنى يبقى لها اي علاقه بيها أصلاً. انت ما تعرفيهاش، ده موضوع مش من تاني. الكاتيجوري بتاعتي بصراحه. طب ما انت عارفاها اهو، ما انت لو ما تعرفهاش ليه تتمني ان ما يبقاش ليكي علاقه بيها؟ يا جدعان ما تفككوا من الشغل ده. انا متاكد ان البنتين دول قبل ما يجوا البرنامج سمعوا الفيديوهين بتوع اللي هم تعديل الشخصيه، واهم 3 خطوات تعملها عشان اللي قدامك يفكر فيك بعد رحيلك ب3 دقايق. 3 حركات هيخلوا اي حد يشوفك باشا ملو هدومه. اولا كلنا عارفين اللي فيها وكلنا مش عارف، الناس كلها بتقطع عليها. اكتر حد بيقول انا مش مهتم هو اكتر حد مهتم اصلا، اللي مش فارق معاه بجد مش بيتكلم كده ولا بيلبس زواك الجلد زيك. نطلع من برنامج فوركاست شويه بقى، معانا الراجل القوقازي المفلت. انت بتعمل ايه يا فارس؟ تراني كيوت وعفوي وكده، طب ما الناس حباني كده يا مفرد، ما تكبرش الموضوع بس يا منديل. صدقني طاقة الذكورة هي اللي بتعلي من قيمتك وبتخلي الناس تحترمك. منديل، تخيل معاه تتخانق مع واحد في الشارع وقال لك منديل، ايش الشتيمه دي اصلا؟ مفلت برضه عنده مشكله مع الفيمينيست كبيره قوي، وانا مش ضد الفكره عادي على فكره، بس هو الموضوع عنده متصاعد بشكل غير مبرر. يا جماعة ايه الجو ده والعاصفة الترابية دي؟ مين فتح مخ الفيمينست؟ عقلهم فاضي زي اخرهم. اقفل تاني وحياة ابوك عشان انا مش قادر اتنفس. براتوخ اقفل مخهم تاني، اقفل مخهم تاني. راتوخه مين يا اسطى؟ ده من عمكم في روسيا يعني ولا ايه بالظبط؟ وايه علاقه العاصفه الترابيه بالفيمينيست؟ ده منديل ولا مفلت؟ الولد اللي رديتي عليه بالغلط. ما بترديش عليا. هوبا منديل. الولد اللي بتتكلمي عليه ده غالبا في واحده ومفيش واحده بتعبره في حياته، فطبيعي دي تكون ردة فعله لو رديتي عليه، مش حاجه تعظم منك يعني. النوعيه دي من الرجاله مش بتمثل الرجاله اللي قيمتها عاليه نهائي، ولا ممكن راجل قيمته عاليه يعمل حاجه زي دي. بص يا اسطى هقول لك على حاجه، انت مش فاهم الرجاله. انا عارف انت بتعمل الفيديوهات ديت ومفكر ان انت الصوت بتاع الرجاله كلهم. ماشي الفيديو اللي بنت منزلاه كرنج وبتاع، بس ايه يا ابني اللي انت فيه ده يا ابني؟ ايه التصعيد ده كله؟ لو حد حاول يحط ايده هنا هتعملي ايه؟ انت مين سمح لك تتريق على ساوند طفله بالشكل ده؟ الموضوع ده مش مضحك ولا يمت للكوميديا بصله. الفيديوهات دي المفروض توعيه عشان تنقذ الاطفال من الاشخاص المريضه، مش ماتيريال ضحك نستخدمها عشان نلم شويه مشاهدات. اتمنى نستخدم عقلنا لو هننزل فيديوهات، خصوصا لو هشوفها ملايين، وسلامه اطفالنا اهم من اي حاجه. استناني بكره. انت ربنا يكون في عون ابنك والله يا مفلت، ده لو اتجوزت اصلا يعني مين يا ابني يعرف يعيش معاك؟ مثلا لو انت ابنك وقع رزايه بره الطبق وهو بياكل، تقول له انت مين سمح لك تطلع الرزايه بره الطبق؟ انت مش عارف ان دي مش من شام الرجال؟ انت ما دخلتش جبال القوقاز قبل كده ولا ايه يا ابن الولد؟ معانا بقى علي امال والجماعه بتوع اللايفات دول، الواد ده ولا شوفوا انت قبل ما اتكلم. البت يا ناس بلاوة قول يا ابو غالي. اظن انتوا فهمتوا قصدي ايه. خلينا بقى نشوف بجد، نخش في ادغال علي امال. امي في الله يا اما منوره اللايف. امي ست الكل في اللايف، ست الكل في اللايف. عايزه ابقى ابان قدامها عاقل بقى، عايزه ابان قدامها عاقل بقى. ازيك يا ام؟ عامله ايه؟ وحشاني والله العظيم 3 وحشاني. ايه الحلويات دي؟ انا تعبان يا ام والله، تعبان ومتبهدل. الناس مش سايبني في حالي والله، ما سايبني في حالي. عارفين الطريقه اللي بيتكلموا بيها في المسلسلات ديت، اللي بيبقى في حاره شعبيه والبطل يروح في اخر اليوم بعد يوم متعب ويلاقي امه مستنياه؟ هو ده بقى. بس احنا مش في المسلسل علي يا حبيبي، فهتكلم عادي، محدش جه عليك ولا مزعلك، ولو حتى حد زعلك ما تتكلمش كده. ما هو مفيش مخرج بيتفرج عليك مثلا مستنيك ومفكر ان ده هياخدك في دور بطوله مثلا. راجل بقى تعال اصرف معايا، تعال اصرف معايا، طلع الحريم بره الليله، تعال اصرف معايا يا راجل يا جدع، تعالى انا مستنيك يا. عاجبني قوي الدور اللي هو عايشه ده يا جدعان، وعامه مش لوحده يعني، الشله دي كلها كده. بس هحاول ما اجرحش بالكلام مع الشاب يعني، انه اخر مره عداها لي واخدها بهزار الحمد لله. انت فين؟ انا مش بوشين، انا بتعامل بوش واحد بس. الطعنه ما كانتش تيجي من احمد الشاب، تيجي من اي حد تاني ادوس عليه، لكن احمد الشاب ازعل جامد. فاهم حاجه؟ تعالى انا فاهمك حاجه. ارجع علي يا ابني اللي انا كنت اعرفه، عشان انت بقيت حاجه وحشه قوي والله عليك. عجبني قوي اداء برضو الشاب في ان هو عامل دور الاب الروحي لعلي امار. نفس الكلام برضو بتاع المسلسل اللي في حاره شعبيه. ارجع علي بتاع زمان، انت ما بقتش علي زي الاول. عايز افتح تاني. ليه؟ ده لا انت والله العظيم 3 اعمام. ايه هتيجي على هوا الناس ولا ايه؟ هم عملوا فيا. ما انت جيت لي من اخر الدنيا وقلت لي ما تجيش على هوا الناس وانت اخويا صغير وسمعت كلامك. يا عم زهقت يا عم. جميل مدى العشق واحمد جميل روح قلبي. اوعى السيره دي تفتحها تاني، انسى. انا اعرف الاب مثلا بينصح ابنه ما يشربش سجاير، ما يشتمش، بس عمري ما شفت حد بينصح حد اصغر منه بيقول له ما تبطلش لايفات. لا هو بيقولها هو محمود جامد، اللي هو انت عبيط ولا ايه؟ اللايفات اللي عايز تبطلها. طب يا جدعان كان كنا فن القضيه، اعملوا بقى كل حاجه لايك واشتراك عشان القناه بقت معدده بالانقراض. وهسيب لكم برضه سيرفر الديسكورد تحت، لان كل مره بقول هصور فيديو مع الناس اللي هناك وبيحصل مشكله. وبس كده، سلام.